السلام عليكم، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. اجعلها سنه حلوه عليكم يا رب. يا رب اجعلها سنه حلوه عليكم وعلى اهلكم وعلى عيالكم ان شاء الله. انا جبت اللبس ده امبارح، ما لحقناش نعمله ونوضبه، كنا بنطبخ مش فاضيين. وحكمت عليا ميرفت وقالت لي هصورك وانت بتعمليه. بدي بقطعه. انا بعمل اللبس زي طريقه ام الله يرحمها، بقطعه كده نصين وشرايح كده. بروح احط البنجر في شويه ميه وبعدين بحط البنجر في ميه لغايه ما ميه يدي ميته، وبعدين احطه مع الميه والملح واخلله، يبقى طعمه حلو. هي امي كانت الله يرحمها بتقول اللفت ده يعني شفا، واحنا بنحب ناكله. اول مره نعمله اهو. كل ما مرفت تقوم من النوم تلاقيني جبت لها حاجه شتا. احنا بيعين عندنا تحت البلكونه بيعدوا على طول، مره كرومب، مره قرنبيط، مره لفت، في كل الخضار بيعدوا. هي بتتغاظ لما بجيب لها قرنبيط وكرومب. شفا. هو ايه اللي شاف؟ اللفت شفا. ما انا بخلي الغلط عليكي، بتعمليه ليه؟ لا ده شفا، انا هعمله عيد مش هعمله ملح قوي. هنخليه هو طريقته سهله جدا. هنحط بقى الميه وبعدين ندوب الملح. انا قطعت الليل البنجر ده عشان ما يبقاش ملطش، حته بامبا حته حمراء حته بيضه، عشان يبقى كله بيبقى سوا لون واحد. خلي كده حط اللون مره واحده عشان يبقى ايه الفتايه الحته تبقى حته واحده مره لون واحد، عشان يبقى كله لون واحد. كله لون واحد. لون واحد اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. غسلناه كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بتاع مرحوم امي، فكان غالي عليا عشان كده ايه جبته وخدته من عندها الله يرحمها، بس حلو من النوع بتاع زمان. على طول كانت بتخلل فيه وهي عايشه الله يرحمها. لازم نحط ايدنا فيه من تالت يوم عشان يستوي. عشان يستوي لازم نحط ايدنا فيه من تالت يوم. هتاكله بعد كده على طول منه. الكيس ده حطيت كيس على لترين ميه. ايوه كيس من الصغير اهو، الكيس اللي بيتباع في الاسواق ده. ولا بنحط سكر ولا بنحط خل، هو الملح وميه والبنجر ميه البنجر وخلاص، ويبقى حلو زي الفل. ما نملاش البطرمان قوي. بس هي عيب بس ايه ما يسقط كل اللفت عشان ما يعملش عفونه برضو. كده. ولا البطرمان التاني هعمل فيه زي ما عملت ده ان شاء الله اهو. انا وريتكم واحد اهو، والتاني بقى انا هعمله ان شاء الله بالظبط كده. ما فيش حاجه زياده ولا خالص، هو حبه الملح وميه البنجر ده. كل اللي خلي ده جبنا ربطتين الواحده ب5، دول ب10 جنيه. عشان نشتري من بره بقى بنجيبه برضك بيبقى مش كويس زي حاجه البيت. ده تاني بطرمان ده عملت واحد وده التاني عملنا ب10 جنيه. اشتروا حبه قليلين قد كده في الكيس ب5 جنيه وب10 جنيه، وبرضك يبقى الطعم مش هو حاجه البيت. سبحان الله ربنا بيبقى محليها. ولسه انا برضك اقلب المخلل برضه، لازم اي مخلل تحطي ايدك فيه. لما حط بس ده غير الليمون وغير الزيتون، ده اللفت الوحيد اللي تحطي ايدك فيه تالت يوم. لازم نحط كبسه نجيب بيها ونحط ايدنا ونقلبه بمعلقه خشب زي دي اهو. غيظ مرفت الكرنب اهو. غيظ مرفت. يلا بقى هناكل عشان خاطر العيال. هتعملي ايه يا ماما؟ احنا بس بنقورها من هنا كده اهو. ولا عامله شويه مخلل النهارده فتحنا عليهم. فتحنا البطرمان اللي ماما عاملاه، كانت عامله شويه لفت جميل رائع. احنا صايمين النهارده، هم فطروا عيال اخويا ومرات اخويا، اما انا وماما لسه مكملين. لسه فاضل لنا ايه تاني يا ماما؟ بكره لغايه يوم الاثنين لحد يوم الاثنين ان شاء الله صايمين. احنا صايمين عشان جماد الاخر الايام القمريه ان شاء الله. مامتي اللي عليها سليق الكرنب النهارده. الله رمضان ان شاء الله يا رب. ماما بقى بتعمل لنا اهي تسلق الكرنب اهو، وانا ماسكه لها الصينيه. كمان عايزه السكينه. ودي يا ماما كمان جايبه لنا كرنب وسكتاي. ناكل ايه طيب؟ غير الاطفال دي تاكل ايه؟ ونوضب الكرنب بالمقص. ماما بتسلق الكرنب وانا باخد على طول من وراه عشان اخلص، عشان نلحق نحضر فطار. اهي انا لا بفوش. بنجيبها كده وبنقفلها، وبناخد الحته الناشفه دي بالمقص بسم الله وبنقصها خالص، نطبقها كده اهو، وتبتدي ان انت تسويها اهي.
دي ابسط طريقه تقدري تعملي بيها الكرنب في ثواني اهو، على 3 تبقى سهله. ممكن تاخد على 2، يعني ممكن تقطعي الواحده على 2 حسب تقطعي الورقه حسب ما انت ايه ايوه بقى انا هطلعها. هتعمليها اهو. بسم الله. بس لسه هسوي. هنا الصلصه انا مجهزاها اهي، طلعت كيسين من الصلصه. انتوا عارفين انا دايما بعمل الصلصه بحطها في الفريزر. بسم الله. حطيت 1.5 كيلو من الرز. هقلبه بقى بسم الله على نار هاديه. انا حاطه صلصه كيسين صغيرين، مش هحط توابل ولا اي حاجه دلوقتي اهو. انا حاطه فيه كل حاجه، كزبره وكمون و7 بهارات. هجيب بس شويه من الشطه، هحط كده نص معلقه من الشطه. بسم الله. انا هشطشطهم عشان ما يجيبوش محشي تاني. بس الشطه دي اسواني اللي هي بتبقى قرون واحنا بنطحنها في الكبه. هحط حبه من الكزبره يعني معلقه. دي خلطه محشي بجيبها من عند العطار بس حلوه قوي. حط برده معلقه. يعني لقيته عايز ملح احط له ايه ربع معلقه. حطي يا سام الخضره. حطي الخضره. بسم الله. هقلبها بقى. خلاص خلصنا الخلط. هفضيه في الصينيه بسم الله واطلع بقى الحاجه لماما بره. ورق الكرنب اهو. باخد ورقه بس الاول بحط شويه من الخضره. ميه على البوتاجاز. نحط طماطم، ورق لورا، نحط ملح، فلفل اسمر وحبهان. بسم الله. نحط الفراخ. عملنا اول حله ولسه ماما بتعمل الكوسه بره، والفلفل هنحطه في حله تاني. بسم الله. احط لهم معلقه صلصه، وعلى فكره دي معلقه هريسه. شكل كده هشطشط لهم المحشي كمان وكمان. بسم الله. الشوربه بعد ما الفراخ استوت طلعنا الفراخ، صفيت بقى الشوربه. بسم الله. بسم الله. لازم ننزل الحله كده عشان تتشرب. خلاص كده هرفعها على النار. الشوربه كانت سخنه، هتاخد غلوتين وهدي عليها النار. خلاص خلصنا برده الكوسه. هحط معلقه هريسه. بسم الله. هريسه شطه زي. بسم الله. سهام تخصص تحط الفراخ احنا بندهن الفراخ صلصه وبندخلها الفرن، بتبقى زي المشويه بالظبط، والصلصه بتكون طعمها حلو. باخدها من المحشي برضو. ودي هسويها بس مش دلوقتي. انا دلوقتي حطيت الكوسه والحله الاولانيه على النار عشان المغرب قرب يأذن. بصي هام عملت الفريخ دي هسويها قرب ما اخويا ايه يقرب يقوم من النوم عشان تبقى سخنه. خلاص كده استوى والأدام بيأذن والبخار تولع. خلاص كده حطينا الكرنب. هحط بقى الكوسه. سام حطت الكوسه والفراخ اهي. شايفين بقى شكلها ما بتطلع من الفرن بتبقى جميله. فتحنا على اللفت وبقاله كده 3 ايام. شايفين بقى ما شاء الله الجمال.